اخواتي، معرفتش اعمل مقدمة الفيديو. ما تنساش تشتركوا في القناة واللايك بتاعك الجميل. خد رايح فين، اعمل 3 كومنتات ورا بعض، اتفرج للاخر. والله مش هاخد رايي، مش رايك اللي هو عادي نتكلم، بس احنا بس انا وطنجة كان جامد، عايزين نصور فيه. نفسي نكمل بتاعك كبيره يا بنتي، الحديقه كبيره قوي، ده لو كانوا ربوا فيها حيوانات كانوا هيجلموها منين؟ انا رجلي تعبت، انا مش قادر. طبعا كبيره قوي. انا مش مشكله، بقول لك ايه، تعالى اتكلم معاك في حاجه. طب ما تعالى بس انت قدام شنو؟ انا رجلي تعبت مش قادر. هو يستريح. لا مش عايزه تستريح، ما تقعدها ليش. بس اخد رايك في الحاجه ده، انا ايه رايك تلبسي الحجاب تاني؟ انا شايفه يبقى شكلها اشيك واحلى بصراحه. والله انا شايفه ان فكرة حلوه، بس انا لو لبست دلوقتي هقلعه تاني. مش عايزه اخد الخطوه دي ابدا. ليه يعني؟ عشان زي ما لبسته قبل كده وقلعت. عادي، انت كان شكلك حلو وكده، حاولي تجربي تلبسيه تاني. بس كنت لابساه يعني مش مقتنعه، عشان كده اتقلع. فلما ابقى مقتنعه بيه البسه، بس انا مش حابه ان انا اقلعه تاني. مش هتقلعيه، البسيه وخليكي لابساه على طول انا عارفه ان لحد أنا ما أقلعه خلاص تاني. تتعودي عليه، وخلاص انت كده خلاص انت واحده محجبه. خلاص بقى انت كبرتي عجزتي، واحده 24 سنه كفايه. احنا نصلي صلاه استخاره فعلا. 24 سنه يعني خلاص، الكلام ده بتاع العيال الاندر. ايه ده 13 سنه ونص؟ 13 سنه ونص ايه؟ اه والله فعلا. لا فكري في الموضوع مش بجد. هاخد الخطوه دي دلوقتي. يعني ربنا يهديني وكل حاجه والبسه تاني، بس انا مش هينفع اخده دلوقتي لان انا عارفه وواثقه مليون في المية ان انا هقلعه. ايه ده؟ على فكره المفروض حاجه زي دي يعني مش لازم ربنا يهديني الجميع ماشي، بس انا بتكلم في فكره ان انا لو لبسته هقلعه. انا عارفه نفسي. طب جربي البسيه. لا عشان خايفه يعني هلبسه لما انا ابقى مقتنعه مثلا. فيها ايه يا ميران؟ ماشي هلبسه مثلا، مش عشان ايه انت قلت لي او امي قالت لي او كذا، لا لما بس انا الصراحه يعني الصراحه والله احنا قاعدين لوحدنا اهو، انا ما بحبش اطلع مع واحده بشعرها. نعم. انا برضه معاك في الراي ده. انا ما بحبش اطلع انا معاك في الراي ده. انا معاك في الراي ده. استنى بقى، احنا اصلا من اول ما طلعنا من 2009 شيء طلع معاهم شعري، بس ما حبيتش الموضوع، قلت عادي ما يعني. كناش كملنا لحد دلوقتي. قلت عادي، وبعدين اتحجبت حبيت الموضوع، بعد كده ماشي انت عارفه ما حصلش نصيب وقلعتيه وبتاع، ما اقتنعتيش بيه، او كنت لابساه مثلا. وبعدين ما خلاص احنا كبرنا برضه، حتى لو 2013. والله بجد انا مش مش مستني يا ابني ما اكيد طيب. مش قابل ان انا اصور مع واحده بشعرها، مش حاسسها. فعاوزها مش حوار اصور غصب عني ياض. يعني ان انت لما تبقى لابسه الحجاب تبقى شكلها اشيك، فاهم اللي هو مثلا مش هنلاقي كلام كتير، وبعدين اول حاجه عشان ربنا طبعا اكيد مش هنلاقي بقى كلام كتير، وانت مش عارف مطلعك ده ليه وده مطلعها ازاي. مش عارف، فكري في الحوار. ماشي ما عنديش مشكله خالص ان انا البس الطيحه تاني، بس انا خايفه في الخطوه اللي بعدها ان انا الشيطان يلعب في دماغي واقلعه، فاهم؟ بص انت لو مقتنعه مش هتقلقيه. ما انا بتكلم في كده، في ان انا لما ابقى مقتنعه بيه. طيب هو حامد دلوقتي عايزك حتى في الفيديوهات تلبسيه، هو عايزك كده. يعني البسه في الفيديوهات. هو بالنسبه له عايزه كده في الفيديوهات. لا مش الفيديوهات، انت عبيطه ولا ايه فيديوهات؟ هو اللي بيقول بتكلم اول حاجه عشان ربنا، ده اول حاجه. انا مش شيخ بقى والناس تقول لي ايه ده انت ده نزل عليك الامام فجاه عايز تحجبها. لا انا اول حاجه كان شكله حلو فيكي بعيد عن اي حاجه، وتاني حاجه انا ما بحبش اصور مع واحده بشعرها، ما بقبلهاش، ما اعرفش ازاي. ده مستهزأ بيك يا بتستهزأ بيك والله. ايوه صح. اخواتي مهير زعلت ومشيت، وحصل كلام في الفيديو ما كانش ينفع يتعرض، فانا قصيت وهي مشيت. بقول لك ايه، انا قاعد هنا بقى براحتكم لما تيجوا. استهزاء والله. لا ده استهزاء، ده استهزاء، ده اسمه استهزاء. عشان بقول لك البسي الحجاب، ولا زي عشان بقول لك مش هصور مع واحده بشعرها. اصل انت كلامك بايت بص احنا اتفقنا حتى لو ما حصلش نصيب وما صورناش مع بعض، علاقتنا هتفضل زي ما هي، اصحاب واخوات، وهنشوف بعض بعيد عن التصوير. التصوير ده اخر حاجه بنفكر فيها. اصل بص انت بتقول ايه؟ بص انا دلوقتي انت بتقول لي لا انا مش حابب ان انا اطلع اصور مع واحده بشعرها. ايوه انت يا ميرا لو ما اتحجبتيش مش هصور. اي ده من امتى يعني؟ مش حابب انا اصور معاك بشعر. يا ابني نصور تاني ليه؟ نزلنا مع بعض نصور تاني ليه؟
عادي يا ستي، وربنا سبب اسباب. انا ممكن يكون ربنا سبب ان انا هخليكي تحجبي تاني واقنعك بيه. وانا مش هتحجب دلوقتي، يا ربنا يهديني وبعد كده انت شايف ايه يا عم بسام؟ انا شايف ان هي انا شايف ان انا بستهزأ ومش عارفه ايه. الكلام اللي قاله بس ايه خلاص. ما بس ما تضايقنيش. خلاص يا عم، انا مالي يا عم، بره عني الحوار كله. انت مثلا ليه مش عايزه تاخدي خطوه للموضوع ده؟ ليه؟ رافضه؟ لا عشان انا مش عايزه الناس تتكلم عليا. لو انا لبسته قلعته وانا عايفه واثقه ان انا هقلعه تاني. انت عادي فيها ايه يعني؟ لا كل ما اقول لها حاجه تتكلم في حاجه تانية ولا لا ومش مقتنعه ما انا بقول لك يعني انت تيجي خلاص. انا مش هصور يا ست تاني. على احترامي ليك انا مش هصور غير لما تتحجبي. انت شايف كده؟ انا مش هطلع معاها بشعرها يعني. وده من امتى انا صح يا ده حامد، انت كده صح. انت بتصور صح؟ لا بتصور. لا بتصور. وهي بتصور. خلاص مش بصور. تعال مستفز ويخم وانت اوعى يا عم بقى. انا مش هنزل معاكم تاني. ايوه انا في اي مكان بنعمل اي حوار. سلم عليها عشان خدت بالك. انت عبيط يا اسطى. والله يا ابني بحاول ناصح وعقر بحاول يا ابني، انا مستخبي هنا، اعمل ايه اكتر اكتر من من كده؟ كده؟ ان المقلبين ما كملوش ساعه. المقلبين ما كملوش ساعه ورا بعض، واقسم بالله احنا عيال جامده. اركن يالا اسعد الكلام. تحجبي تحجبيش دي حاجه بينك وبين ربنا. صح. انا راجل بدي نصيحه. عملت ايه لا يا عم حامد، هي بتستهزأ. هي بتستهزأ. خلاص بس ايه رايك؟ بامانه ايه رايك؟ مقلبين مقلبين ورا بعض ما كملوش ساعه، عشان بعد كده تفكري أقول تعملي لك فيها إيه؟ مقلب تاني هتموتي. خافي على نفسك بعد. هتموتي. مقلبين فعلا والله ما كمل ساعه. اللي ضايقك ان احنا مشينا من المكان ده. قلت لبسام ايه؟ انا اصلا متفق مع بسام قبل ما ننزل، بعرف بسام هنعمل ايه وهنصور ايه بالظبط، فبعرف بسام. احنا بنبقى والبنت دي تبقى متفقه معاك برضه. انت عيل سون. مين ده؟ تبقى متفقه معاك والله العظيم تعملوا فيا. لا عيب عليك يا اخويا. بس ما علينا يا اخواتي، انا بتفق مع بسام في البيت قبل ما ننزل، تمام؟ احنا الفيديو ده من غير مقدمه على فكره. من غير مقدمه، فاشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس واعملوا لايكات كتير. ما صورناش، كنا واحنا ماشيين هو غمز لي عرفت. احنا لينا كلمات سر كده بنعملها. بالله عليك. طب انا لو كنت مشيت بقى؟ لا ما انا عارف هتمشي تروحي فين. هتيوحي. واو هتيوح يا حامد. اقول لك ايه، مش عايزه تقولي حاجه؟ لا بجد عاش مقلبين ما كملش ساعه يا بنتي ده شغلانتنا خلاص. شغلانتنا. احنا بقينا خلاص جامدين. قولي لهم بقى كلمه عشان نقفل الفيديو. يلا يا جماعه والله العظيم بجد الواد ده يستاهل ان هو يوصل ل 700,000. عشان بعمل فيكي مقالب؟ لا عشان انت فيديوهاتك بحبها جدا. الله شابو تحيا مصر. مقالب وبتحبها يعني، تخيل. يلا عايزين حاجه يا اخواتي؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم. عايزين فيديوهات تاني تقدروا تقولوا في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.